لو عايز تعرف ايه اللي حصل في الجولة الخامسة من دوري ابطال الملكي خليك معايا بعد الفاصل وانا اقول لك على كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمستمعين. النهاردة حلقة جامدة جدا 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 مع المستر حبيب الملايين وحبيبكم كلكم وأحرف لعيب في سنهرة بشهادة الجميع. أهلا وسهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا بك كابتن عبد الله، ومرحبا بك ومرحبا طبعا بالجمهور بتاعك، الجمهور الشريط المخالف. حبيبي يا مستر، الحقيقة يعني احنا شهادتنا فيك مجروحة لأن أنت عشرة عمر في الملاعب من زمان، ولكن يكفي إنك أنت ابن الكابتن هاني عبد المجيد كابتن سنهرة كلها، والحقيقة اللي احنا بنتشرف بوجوده في وسطنا دايما بإذن الله وبنفتخر بوجوده في وسطنا. وطبعا أخوك الكابتن إسلام هاني، الحقيقة عيلة كلها عيلة كروية وبنتشرف إن العيلة دي موجودة في سنهرة. الله يكرمك يا كابتن عبده. طبعا الاستاذ هاني طبعا كان لاعب كوره قديم طبعا في سنهرة وبس طبعا الظروف ما خدمتوش ان هو يكمل في الملاعب، طبعا زي ما انت عارف النظام بقى الاسره والكلام ده كله. وطبعا شرف لنا طبعا الوجود مع حضرتك طبعا. طب لو حبينا نرتبهم، الكابتن هاني، الكابتن أحمد، الكابتن إسلام، مين أحرف من مين ومين أحسن من مين؟ والله انا ما شفتش الكابتن هاني وهو بيلعب كوره. ازاي يعني اذا كان انا شفته؟ الكابتن هاني على كل الصيت اللي هو واخده ده كله هو لعب لمده مثلا حوالي 4 سنين بس في سنهرة، من حوالي 16 سنه لحد 20 سنه. من بعد 20 سنه وما لعبش كوره تاني، فانا ما حضرتوش. بصراحه يعني ما حضرتوش، بس الكلام اللي كتير عليه بيقول ان هو كان مهاجم متميز جدا جدا وهداف، وكان دايما متميز بالمهاره العاليه واللمسه الجميله. طيب هو عشان بس تعرف ان ده اعتراف منك بان انا اقدم منك في الكوره، لان انت كنت دايما بتقول ان انت اقدم مني، بس ده اعتراف ان انا اقدم، لان انا شفت الكابتن هاني وهو بيلعب، وده حاجه انا بفتخر بيها. الكابتن هاني من الناس اللي احنا خسرناها ان هو خرج من سنهرة بالنسبه للكوره، ومن الناس اللي ما جاش زيها تتعدى على الصوابع، ومن اللعيبه التاريخيه. وحته اللعيبه التاريخيه دي هنرجع لها ماشي في اخر الحلقه، لان الكابتن احمد هيقول لنا على احسن 10 لعيبه في تاريخ سنهرة ان شاء الله في اخر الحلقه. فلو عايزين تعرفوا التشكيل المثالي لسنهرة التاريخي بالنسبه للكابتن احمد هاني خليكم معايا لاخر الحلقه. الكابتن هاني بره التقييم، انت واسلام بقى مين احسن؟ والله انا من رايي ان اسلام امهر مني في حاجات وانا احسن منه في حاجات، يعني ما فيش طبعا، انت زي ما انت عارف يا كابتن عبده ما فيش حد كامل، ما فيش لعيب كامل. اسلام بيتميز عني بالمهاره العاليه، اسلام سريع. وانا اتميز عنه اللمسه الجميله، المهاره برضو، بس انا يعتبر انا اهدى منه شويه في اللعب. زي ما انت عارف ان هو مهاجم وانا بلعب مدافع، ففرق يعني المروحه اللي بيعملها دي بصراحه جامده بامانه. طيب ليه ما بتلعبش انت واسلام دايما في فريق واحد؟ يعني بنشوف مثلا نصار واحمد نصار عاملين دويتو جامد، ويمكن احمد نصار لعب مدافع مخصوص عشان يعرف يلعب جنب نصار، تمام، وعشان يدي فرصه لنصار انه ياكل عيش ماشي. انما ليه انت واسلام ما بتلعبوش في فريق واحد؟ لعبنا مع اسلام، انا واسلام لعبنا في كاس دوره مع بعض، واخرهم الدوره الرمضانيه اللي هي قبل الاخيره، وصلنا للنهائي بس خسرنا قدام نصار برضو 2-1. معلم على الكل نصار بصراحه ربنا يديله الصحه، طبعا كابتن كبير واحنا بنتعلم منه. بالنسبه للموضوع انا واسلام، اسلام له ناس معينه كده بيحب يلعب معاهم، طبعا اللي هي الدفعه بتاعته اللي هم معتز، كابتن معتز وكابتن محمد رمضان الزعبوري وكابتن حمص عاطف. هو دايما بيحب يتالق معاهم، بيحب يلعب معاهم، له رجالته يعني، له رجالته وانت ليك رجالتك، وانت رجالتي. طب وانت بقى رجالتك مين؟ عشان انت اليومين دول بقى كل يوم ليك رجاله شكل. ده حقيقه، عايزين نعرف مين رجالتك بالظبط. والله هو طبعا انت عارف ان انا دايما اول ما ابتديت من لعب كوره لعبت مع كابتن نصار طبعا، وقعدنا سنين كتيره جدا نلعب. بس حاليا يعتبر ما فيش الا هو كابتن دلوقتي احمد حاتم حكاكه. هو يعتبر هو اللي مطلع عينك الكابتن حكاكه. هو انت عارف زي ما تقول سند يعني في الملعب. استغناش عنه انت الكابتن حكاكه. حكاكه يلعب للمستر احمد وعد يا حماد، قرب عليك يا حماد، اقفل رجليك، عدى بواحده جميله، تصويبه في البعيده، احرز. هجيني والله عدى كده واحده من اعضاء الجمهور، هجيني علاء عصام اخضر خطير، اسيست من علاء وهدف من حكاكه، والله هجمه كده بيعملوها على طول فريق النادي. يلعب الكوره
عند المستر احمد هاني. احمد هاني اللي هجيله. تحياتي للكابتن احمد حاتم حكاكه، اخويا الصغير، وبامانه الواحد بيتشرف بيه. الكابتن حكاكه في وقت من الاوقات كان نجم من نجوم سنهيرة وما زال بيأدي في التوب ليفل، وبنتمنى له دايما دوام التفوق ان شاء الله. طيب بالنسبه يا مستر، الوقت الحالي مستوى فريق المستر في دوري نمول، ليه دايما مفيش حفاظ على المستوى؟ الفرقه بتبتدي قوي وبعد كده الكيرف بينزل. ده حقيقه فعلا، انا ملاحظ النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ديت، ان احنا دايما في اول موسم دايما بنجيب لعيبه كبار، تمام، ودايما القائمه بتاعتي والسكور 15 واحد، فانا القائمه بتاعتي بتبقى بعملها 10 دايما في بدايه الدوري. تمام. فال10 دول دايما بيكونوا احسن لعيبه، وفي منهم ناس بيلعبوا في انديه. فلما الدوري في البدايه دايما بعمل ماتشات كبيره جدا، فبعد كده بيحصل ظروف غصب عني. انا مثلا انا ككابتن فريق بيجي مثلا يقع مني 2 3 في الفريق، فاضطر ان انا اجيب لعيبه صغيره في السن. أيوة. فبتاخد وقت كبير جدا اول ما تنسجم مع الفريق. فده بيحصل معايا مشكله جدا، بالذات من الدور الثاني، ودايما بقع في الدور الثاني. دايما ملاحظها في ال3 سنين يعني اللي فاتوا. لا بس ان شاء الله الدوري السنه دي مش هيخرج عن سنهيرة ان شاء الله. ان شاء الله الدوري مش هيخرج عن سنهيرة. يعني انت بصراحه ان شاء الله عامل فرقه قويه جدا، ونصار برضه عامل فرقه قويه جدا، وانا باذن الله هعلم عليكم انتوا الاثنين في دوري نمول ان شاء الله. نصار فلت مني على فكره في ماتش الكاس، فلت مني بعجوبه، وانا بقول له نصار احذرني يا نصار، عشان انا ما بتغلبش مرتين من نفس الفرقه. طيب مستر، هنخش بعد كده على دوري سنهيرة. النسخه الاولى نسخه تعتبر تجريبيه، بنجرب الموضوع عشان نشوفه هل هينفع معانا ولا لا، هل هيمشي معانا ولا لا، ايه سلبياته ايه ايجابياته، عشان كده حتى خليناه من دور واحد. رايك ايه في التجربه بشكل عام؟ يعني هل التجربه فعلا كويسه ولا انت شايف ايه؟ والله انا شايف طبعا انها تجربه طبعا مفيده بالنسبه للشباب بتوع سنهيرة. انا شايف دايما ان في شباب في سنهيرة كتير لعيب الكوره بمعنى الكلمه، لعيب الكوره. يعني انا مثلا شايف في مثال كابتن حموصه، كابتن بلوزه، عبد الله زيزو، في كام عنصر، يوسف رأفت، في كام عنصر كده صغير في السن، ودول اللي هنبني عليهم ان شاء الله جيل يبقى كويس جدا لسنهيرة باذن الله. فالدوري انا شايف ان هو جميل جدا. في البدايه دايما اي دوري في الدنيا لازم يبقى يكون فيه مشاكل. معلش والنبي قول زعبوري عشان بيزعل. لا كابتن زعبوري مش كابتن ناشئ طبعا، ده له خبرات كبيره طبعا، وطبعا معايا في الفريق، وطبعا لنا الشرف ان هو يبقى معانا طبعا، ولاعيب كبير يعني. تحياتي للكابتن زعبوري، برضه اخويا الصغير ومن الناس اللي الواحد بيستمتع بيهم في ارض الملعب بامانه يعني. طيب نرجع نكمل كلامنا عن دوري ابطال الملكي. الحقيقه وجودك في الدوري بصراحه عامل اضافه قويه، على الرغم ان انا شايف ان الفرقه مش في احسن حالاتها، وحتى على مستوى النتائج ما اعرفش، على الرغم ان انت معاك عناصر قويه جدا جدا جدا. بصراحه الفرقه مرعبه، فرقه مرعبه يعني. انت والكابتن حكاكه والكابتن زعبوري والكابتن سوسكا والكابتن اوليفر، الكابتن احمد سليم، عناصر قويه جدا جدا، ومع ذلك النتائج ما بتمشيش على مستوى امكانيات الفرقه. فده ايه السبب؟ على الرغم ان انت العناصر بتاعتك جامده لكن النتائج غير. والله يا كابتن عبده، هو كل امر بتوفيق وعدم توفيق. انا شايف دايما برضو بس ان الفريق بتاعنا فعلا فيه عناصر كويسه جدا جدا وعناصر تقيله، بس ما فيش انسجام مع بعض. اللي زي ما انت عارف برضو ان الفريق ده كله ما لعبش مع بعضه قبل كده، ما فيش الا انا وكابتن حكاكه بس يعتبر اللي هم اساس الفريق، والباقي كله وكابتن زعبوري طبعا، انا وكابتن زعبوري وكابتن حكاكه دول اساس الفريق، والباقي كله الفريق من نمول زي ما انت عارف. ايوه. وطبعا ما فيش انسجام بس مع بعض. فانا شايف ان شاء الله هنتحسن باذن الله مع مرور الوقت، والحمد لله يعني اول 3 نقط جم الماتش اللي فات، وان شاء الله الخير جاي، وباذن الله 3 نقط الجايين يبقوا على ايدك ان شاء الله. ده بعينك انك تفوز بالماتش الجاي ده. لكن بامانه يا احمد، كانت حركه قويه جدا ان انت تكمل الماتش اللي فات، لان كان في اقاويل كتير ان الفرقه مش هتكمل، لان في ناس كتير من فرقتك قالت ان الفريق هينسحب، وان احنا مش هنكمل مع احمد هاني، وان احنا مش عاجبنا الدوري ومش عارف ايه والكلام ده. في اقاويل كتير اتقال ان انت هتخرج بالفريق من الدوري لان انت مش لاقي حد تلعب بيه، لان في ناس كتير خرجت، اهمهم طبعا الكابتن زعبوري والكابتن حكاكه والناس دي. هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ هل فعلا الناس دي قالت انها مش هتكمل، ولا ده كلام ناس؟ لان احنا ما سمعناش الكلام ده من بقهم شخصيا. تمام. فعايزين نعرف الحقيقه فين بالظبط عشان الناس كلها تفهم. هل الناس دي فعلا مش هتكمل معاك، ولا هيكملوا، ولا هو كلام وخلاص؟ عايزين نعرف الحقيقه بالنسبه لوضع فرقه احمد هاني في دوري ابطال الملكي. تمام. والله بالنسبه للفريق بتاعي جالي كلام كتيره جدا برضو ان الفريق بتاعي مش هيكمل، فكذا واحد يقول لي النقطه ديت. فانا عن نفسي انا هشارك في الدوري، ومشارك في الدوري بسبب حاجه واحده بس، لنجاح الدوري. انا ما يهمنيش ان انا اخد بطوله،
ولا لا، انا يهمني نجاح الدوري. تمام. كابتن حكاكه وكابتن زعبوري دول اساس الفريق بتوعي، ومهما يحصل منهم برضو ممكن يكون اخطاء فرديه مفيش مشكله، ممكن يكون بيتكلم كلمه بناء على شخص هو بس ما بيتكلمش على بناء على الفريق. الكلام كله هيبقى بناء عليا انا اللي انا كابتن الفريق. وانا بقول لحضرتك كابتن عبده مفيش انسحاب خالص نهائي، ومهما يحصل ومهما كانت الظروف هكمل ان شاء الله. يكون انا لوحدي هكمل وهجيب ناس، زي ما قلت لحضرتك انا ما يهمنيش نجاح الفريق، انا يهمني نجاح الدوري. اكيد كلنا بندور على نجاح الدوري في الاول وفي الاخر. يمكن انا حتى في الماتش الاخراني بتاع فريق الكابتن ابراهيم سعد اتعرضت للظلم عن طريق الحكم. جيت بعد كده وكنت هطلع فعلا بالفرقه لولا ان اللجنه المنظمه نزلت، وكان الضيوف الكابتن عيد كيلاني والكابتن اشرف عيد كانوا موجودين، وقالوا يا عبد الله ما ينفعش تخرج وبتاع وكمل، وعيب ان انت تخرج بالفرقه. قلت لهم خلاص ماشي، وفعلا كملت عشان خاطرهم الماتش. وجيت بعد الماتش قدمت احتجاج للجنه المنظمه، واللجنه المنظمه عرضت الامر على حكام عندهم خبره في المواقف اللي زي دي، وقالوا رايهم ان الماتش لا، الحل دلوقتي ان الماتش ده يتعاد. الحل القانوني مش الحل اللي يرضي عبد الله او يرضي فلان او يرضي علان، الحل القانوني في الحاله دي ان الماتش يتعاد، وبناء عليه انا مكمل. طيب هل لو اللجنه كانت امرت بان الماتش مش هيتعاد، هل انا كنت هنسحب من الدوري؟ بالطبع لا، انا كنت هكمل كده كده، لان انا لو كان في دماغي ان انا مش هكمل ما كنتش قدمت احتجاج ولا قدمت الكلام ده كله، ولا حتى انا اشترطت على اللجنه المنظمه ان هي تقول لي قرار بعينه. انا قدمت احتجاج وبناء عليه انا راضي بقرار اللجنه المنظمه، هتعيد الماتش او مش هتعيد الماتش خلاص مفيش مشكله. الشادي يا الشادي، عبد الله يا عبد الله، كريم يا كريم، كريم هيعمل ايه؟ كريم مجد طلعت، مجد وكريم وانشطه كده بسم الله عبد الله عبد الرحمن كده بخبره السنين بيشيل كره الراجل. دول حسبها عزيزي المشاهد عزيزي المتابع. 3-3. فبالتالي احنا بندور على نجاح منظومه، مش بندور على نجاح فرقه. قبل كده انا الماتش بتاع حماصه كان في الجوله الثانيه، الفرقه جايه متاخر لان حصل سوء تفاهم في المواعيد ما بين الساعه 7 والساعه 7:30، وبناء عليه الكابتن امجد من اللجنه المنظمه بيقول لي عبد الله انت ماتشك هيبتدي دلوقتي و10 دقايق او ربع ساعه بالظبط وهبدا الماتش للفرقه الثانيه. نزلت بالفرقه ناقصه، نزلت بالفرقه العب 4 ولعبت 4 طول الشوط الاولاني كامل، وفعلا كنت خسران في الشوط الاولاني 1-0. انا لو انا مثلا مع ان انا يعني اللجنه المنظمه كلها اصحابي واخواتي، كان ممكن لو في مجامله كان ممكن يستنوني مثلا ربع ساعه كمان على ما ناجي. صح ماشي. فاحنا بندور على نجاح المنظومه. الماتش اللي فات كنت بلعب قصاد شباب صغير بسم الله ما شاء الله، شباب يفرح بامانه من فريق نمول. الفرقه اتاخرت نص ساعه كامله وانا وقفت استنيته. كان ممكن اقول لجنه منظمه زي ما عملت معايا وكنت هتحسب ماتش انسحاب لفريق بلوزه وحماصه، اديني بقى ماتش انسحاب دلوقتي، انما انا ما عملتش كده. وبتوع نمول جم بيعتذروا، قلت له بقى انتوا تيجوا وقت ما تيجوا، لان انتوا كتر خيركم اساسا ان انتوا بتيجوا تلعبوا معانا، انتوا تشرفونا في اي وقت. وانا قلت للشباب الصغير هم شاهدين على الكلام ده، يمكن يكتبوا الكلام ده في الكومنتات، انا قلت لهم كتر خيركم ان انتوا بتيجوا تلعبوا معانا وبتقدرونا، واي حد من بره البلد بيجي سنهره ده شرف لينا ان هو يجي عندنا واحنا نشيله فوق دماغنا. ولكن الكلام ده مستر بينقلنا لنقطه ثانيه. الفرق الغريبه ناس كتير بتلعب في دماغها، وناس كتير بتحرضها، ده انت تمشي، ده انت تعمل، ده انت زي وفوق، ده انت مش عارف ايه. في لجنه منظمه بتقول قرارات طبعا. بغض النظر القرارات دي قد تصيب وقد تخطئ طبعا. انت اللجنه المنظمه، ما اللجنه المنظمه خدت قرار بفرقتك بشط بالحارس، شط بالحارس وايقاف حكاكه حوالي ماتشين، وفي قرارات كتيره جدا حصلت طبعا ضد الفريق ومصلحتنا. طبعا انا مش هنعترض على القرارات ديت، لان اللجنه طبعا القرار هيصدق في اي حاجه، لان احنا زي ما قلنا لحضرتك في الاول ان احنا مهمتنا ان احنا ننجح الدوري مش ننجح اشخاص لا اكتر ولا اقل. بالظبط. حتى في بدايه الدوري كان نصار ما كانش هيشترك، احنا اصرينا ان نصار لازم يشترك، لان الدوري في سنهره من غير نصار ما يبقاش دوري، ملوش طعم طبعا. يعني هل كان ينفع دوري زي كده يتعمل بدون فريق نصار؟ لا مستحيل طبعا. نصار طبعا قيمه وقامه كبيره جدا، وكلنا زي ما قلت لحضرتك بنتعلم منه كلنا، ووجوده في الملعب طبعا شيء مفرح جدا جدا، وطبعا قدوه جميله جدا للشباب يعني. جون. طيب حصل مشكله في الجوله دي ما بين فريق سندوه وفريق السد، وحصل خناقه، اعتقد ان انت كنت موجود وشفتها، وبغض النظر عن تفاصيل الخناقه بقى عشان ما نزعلش حد مننا ونقول مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان والقصه دي، ولكن فريق سندوه معترض طبعا على القرارات، وفريق السد برضو معترض على القرارات. واحد من فريق سندوه توقف ماتش، وواحد من فريق السد اتوقف 3 ماتشات، ده زعلان انه توقف ماتش وده زعلان انه توقف 3 ماتشات. وطبعا في ناس بتتصل بفريق سندوه تقول له انسحب،
وفي ناس بتتصل بفريق السد تقول له انسحب، ولكن ما علينا من القصه دي، مش موضوعنا. قصه الانسحاب نفسها، انت رايك ايه في ان السندوه عايزه تنسحب؟ هل ده ينفع؟ اولا ما ينفعش. انا راجل، انا اول مره اشوف السندوه بتلعب كوره الماتش اللي فات، اول مره اتفرج عليها. فرقه محترمه جدا، عجبتني، جايين يلعبوا كوره للكوره فقط، بيلعبوا كوره جميله جدا زي فرقه نصار كده، بيلعبوا كوره على الارض، بينقلوا هنا وبينقلوا. يعني ناس محترمه جدا ونورونا والله الماتش اللي فات. بقى طبعا بدون دخول في الاحداث اللي حصل، انا شايف برضو ان فريق السد طبعا فريق لا غبار عليه، فريق قوي بيضم كم عنصر. طبعا لعيب كوره كبار زي طبعا الكابتن اسلام كاستيلا. بس طبعا فريق السد بقاله كام ماتش كده مش في حالته، مش عاجبني بصراحه. يعني هم ككوره الكوره بتاعتهم جميله جدا وانا بحبها، بس دايما بيطلعوا بره الماتش. تفتكر ان غياب أرديحي وغياب الحارس عبد الله هو له تأثير كده؟ طبعا بالذات الكابتن ورديحي لعيب كبير، انا لعبت قدامه حوالي ماتش او ماتشين. لعيب كبير جدا، هادي، عارف بيعمل ايه بالكوره، بيتصرف صح، شويط، عارف بياخد قراره امتى. وطبعا فارق جدا. والحارس طبعا الحارس بتاع فريق السد حارس يعتبر شبه متكامل، الحارس عاجبني عبد الله جدا بصراحه جدا حارس ممتاز جدا جدا جدا. ستايله ممتاز، عنده ثبات، عنده الريفلكس بتاعه جميل جدا جدا. فطبعا اعتقد ان ده طبعا بيأثر عليهم، وده مؤثر عليهم في النتائج. معلش بس قلت الريفلكس، اهو معلش يعني ايه الريفلكس يا عم احمد؟ ده بس ولا يعني رد الفعل. رد الفعل، معلش عشان برضه اللغه انت عارف يعني. ده انت حارس كبير طبعا. حبيبي يا مستر. طيب بالنسبه ايه الحل في رايك لو فرقه من الفرق دي انسحبت؟ الدوري طبعا مش هيقف على حد، سواء فريق، سواء لاعب، سواء اي حاجه. الدوري مش هيقف على حد، سواء احمد هاني، سواء كابتن عبد الله، سواء كابتن نصار، مش هيقف على حد. اهم حاجه زي ما احنا قلنا، عايزين ننجح منظومه. اللجنه ليها قراراتها، ويا ريت ان الكل يحترم قرارات اللجنه، لان اللجنه مش هدفها انها مثلا يعني مثلا تجامل الفريق او تضر الفريق، لا بالعكس، هي عايزه تنجح الدوري. فهي شافت ان مثلا فلان اخطا فلازم يتعاقب، وفلان التاني اخطا فلازم يتعاقب. فممكن يكون مثلا فريق السد مثلا زعلان ان في 3 ماتشات فكتير جدا، لان الدوري مثلا حوالي 12 جوله. فلما لعيب مثلا اهم لعيب فيهم اللي هو كابتن اسلام كاستيلا باين هو اللي اتطرد باين، صح؟ فهو واخد 3 ماتشات، فهو هيأثر جامد على الفريق. فبيضغطوا على اللجنه انه بحيث ان هو بيهددوا. وطبعا الكلام ده مش هينفع طبعا مع اللجنه. احنا عايزين زي ما احنا عايزين ننجح الدوري لا اكتر ولا اقل. طيب ايه الحاجه اللي انت شايفها ناقصه في الدوري يا كابتن احمد؟ النظام يا كابتن عبد الله، النظام. انا شايف ان دوري جميل زي ما قلت لحضرتك، وفي فرق جميله جدا جدا وجايه تلعب كوره. انا شايف ان مفيش نظام في الملعب. انا شايف يعني مثلا الماتش بتاعي انا، الماتش الثالث اللي هو الاخير ده، دخل فيها جون بسبب ان في ناس نازله في الملعب. انا ما شفتش كوره. فريق سندوه خلي بالك. لا سندوه فريق محترم زي ما قلت، عاجبني كورتهم جدا، لهم لمسه جميله جدا جدا بصراحه يعني في الملعب يعني. طيب ناس محترمه يعني. هل النظام بس، ولا في حاجه تانية تحب ان انت تضيفها بالنسبه للدوري؟ يعني ايه اللي كان نفسك انه يتعمل في الدوري وشايف انه ما بيتعملش؟ والله انا شايف ان موضوع التصوير ده كان نفسي يحصل، بس طبعا بفضلك طبعا بقى في تصوير. حبيبي دي اقل حاجه اقدر اعملها بالنسبه لدوري بيتعمل في بلدي، دي اقل حاجه اقدر اعملها. السيد سوريس ثاني للسيد، هاخد الربع ولا كريستيانو رونالدو السيد سوريس يحط الرابع. بابا يا بابا الرشاش هو البابا. التصوير مهم جدا يا كابتن عبد الله. انا من رايي انا لاي فريق عاوز يشوف ماتشاته، يتفرج على الاخطاء بتاعته، يتفرج على الاهداف بتاعته. طبعا التصوير بيلم حاجات كتيره جدا وممتع للدوري. دي نقطه. النقطه الثانيه زي ما قلت لك اللي هو النظام. تمام. ثالث حاجه برضو انا شايف ان موضوع اللجنه قراراتها دايما بتيجي على حساب مجامله اشخاص معينه، وده انا لاحظتها من بدايه الدوري. يعني مش عايز اجيب فلان وفلان، لا. يعني مثلا اقرب مثال، مثلا في ناس شايفاه مثلا ان لما ازاي توقف مثلا واقف فلان ماتش وهو يستحق ان هو مثلا يتشطب من الدوري. ومش عايزين نجيب اسماء عشان لا مش هنتكلم اسماء عشان الناس بتزعل طبعا. تمام، والناس كلها لها كامل الاحترام والتقدير طبعا. ولكن انا عايز اقول لك على حاجه بالنسبه للنقطه دي. اللجنه بتعتمد في ارائها على التصوير، والناس ما بتشوفش التصوير. يعني كل واحد، يعني انت مثلا عندك ماتش متصور فانت بتخش تشوف ماتشك وخلاص، انما مثلا ماتش نصار
مش ممكن تشوفه ممكن لا. ماتش مثلا عبد الله عبد الرحمن ممكن تشوفه ممكن ما بتهتمش. صحيح. اللجنه بقى اما بتعوز تاخد قرار ايقاف بترجع للماتش وتشوف المخالفه دي تمت ولا لا، المخالفه اللي هم هيوقفوا عليها دي تستحق ولا لا، فممكن اصلا قرارهم يتغير بسبب الفيديو. يعني ممكن الحكم مثلا طب ما الحكم طارد بكار، تمام الحكم طارد بكار وطرد مباشر، تمام. المفروض الطرد المباشر يبقى ايقاف ماتشين، اللجنه وقفته ماتش واحد، تفتكر ليه؟ اكيد الاحداث اللي هو رجعوا، لان اللجنه رجعت للاحداث ولقت ان الكابتن بكار مش هو اللي غلطان في الخناقه، ده كان رد فعل بالنسبه لكاستيلا، فبالتالي كاستيلا هو اللي غلطان في الخناقه، فعشان كده ادوا له 3 ماتشات وادوا بكار ماتش واحد. وهكذا ناس تانية، واحد تاني غلط ومش عارف ايه وعمل وكذا وكذا وكذا، ما ادالوش الا ماتش واحد. ليه؟ لان شايفين ان هو اتظلم اصلا، وده كان رد فعل الظلم وقع عليه، عكس واحد تاني هو اصلا مش غلطان، ده هو عمل مخالفه ولما الحكم عاقبه قام هو مزود في قله الادب تاني، وبالتالي خد ماتشين وخد 3. فاللجنه المنظمه قبل ما بتاخد قرار ما بتاخدش قرار عفوي زي الحكم بياخد قراره في لحظتها طبعا. فوارد انه يبقى صح ووارد انه يبقى غلط، ودي حاجه احنا بنعذر كل الحكام فيها. انما اللجنه المنظمه بتقعد مجتمعه 3 ايام عشان تفكر في القرار اللي هي هتاخده، وبناء عليه بترجع للفيديو ان وجد. تمام. بترجع للفيديو، هات يا عبد الله الماتش، ورينا الماتش ايه اللي حصل فيه، الراجل ده اتطرد ليه، الراجل ده اتعمل ليه، الراجل ده اتخانق ليه، وبناء عليه بتاخد القرارات بتاعتها. في نقطه برضه يا كابتن عبده، معلش بعد اذنك انا موضوع كلامك، ان اللجنه فين من الماتش، هي فين من الماتش؟ يعني الماتش بيتلعب دلوقتي وانتوا بتكونوا فين في اللجنه الموجوده؟ بيكونوا فين ساعه اثناء الماتش؟ ما بتلاقيش، ولا غلطان؟ بس ازاي هم بيبقوا موجودين على الخط؟ يعني في ماتش نصر اصلا حصلت مشكله بسبب ان هم قالوا ان احمد نصار ضرب المدافع بتاع فريق ريدش، فالحكم راح جاي طارد احمد نصار. لما رجعوا للفيديو لقوا ان احمد نصار اتضرب الاول من المدافع، وبناء عليه الحكم ما عملش حاجه، فراح جاي واخد حقه بدراعه. تمام. فلما عشان كده لما رجعوا للفيديو وقفوا احمد نصار ماتش واحد. انا عايز بقى اللجنه تكون موجوده في كل الماتشات بالظبط، يعني في نهايه اليوم تاخد القرارات اللي حصلت. اكيد. وطبعا وجود حضرتك والفيديو طبعا لو في دليل ولا حاجه، في حدث ولا حاجه، نتمنى طبعا من اللجنه المنظمه تبقى اكتر تنظيما. طبعا انا متضامن في الكلام طبعا معاك يا مستر، وكلامك كله صح، ان اللجنه المنظمه لازم تكون اكثر تنظيما وتبقى موجوده دايما بكل الماتشات على الخط عشان تتابع الاحداث اول باول. وانا عارف ان هم طبعا بيبذلوا مجهود كبير، ولكن لازم برضه يبقوا موجودين في كل الماتشات، ما ينفعش ماتش وماتش لا. بنتمنى لكم كل التوفيق في تنظيم الماتشات، لان الموضوع صعب جدا على فكره. طبعا الموضوع صعب ومرهق. انت بتبقى 3 ماتشات انت بتلعب ماتشك وتريح تقعد، وقبل ماتش تبقى قاعد، ما بتقفش الا الماتش بتاعك بس. انما هم بيبقوا واقفين مثلا من الساعه 6 لحد الساعه 9 كتير، ودول ناس مسنه. انت عارف الكابتن امجد طبعا والكابتن محمد سلامه كباتننا الكبار، وطبعا راح لهم دلوقتي الكابتن محمد طه بقى مسن هو كمان. ربنا يشفيه طبعا، نتمنى له السلامه وان شاء الله يرجع احسن. نتمنى له السلامه ونتمنى التوفيق لكل فرق الدوري. كريم على التنفيذ، فاول مكان خطير، كريم ننتقل بقى على الفقره الاخيره ان شاء الله في حلقتنا، عشان احنا عارفين انت مشغول، الدروس طبعا بسم الله ما شاء الله. الله يكرمك يا كابتن عبد، تحت امرك. لو حبينا نختار تمام اهم 20 لاعب في تاريخ سنهره من وجهه نظرك انت، من وجهه نظري انا 20 لعيب تاريخيين مش مرتبطين بوقت، ان شاء الله حتى تجيب واحد كان بيلعب من ايام الملك فاروق، ملناش علاقه، اهم 20 لاعب تاريخيين بالنسبه لسنهره من وجهه نظرك. من وجهه نظري عايز ترتبهم ماشي، عايز تقولهم بدون ترتيب ماشي. ممكن نقولهم بدون ترتيب، لانهم طبعا في اسماء هتقع مني طبعا كتيره جدا، ممكن نقولهم بدون ترتيب. تمام ماشي. فنبتدي طبعا باول واحد، كابتن التاريخ البلد طبعا، كابتن البلد كابتن طارق نصر. تمام، ده طبعا لا غبار عليه. ماشي. وطبعا الكابتن نصار محمد نصار طبعا 2، واخوه طبعا الكابتن احمد محمد نصار 3. ده كده جايب واسطه، خلي بالك. لا طبعا عشان اخوه نصار. ماشي كده 3. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الكابتن ايمن شوقي 4، كابتن حاتم ابو زيد 5، كابتن ياسر يونس 6، كابتن عيد كيلاني 7، كابتن الحضري محمود سلام الحضري، ده طبعا حارس كبير طبعا. 8. بس اشمعنى الحضري يعني؟ لا الحضري تاريخه كبير بصراحه يعني،
ماشي. تاريخه كبير وجون محترم طبعا طبعا وله ولا عشان بياخدك معاه في الدورات بتاعت نوب بتاعت المسنين؟ بصراحة صح. طبعا الكابتن حاضر دلوقتي في العمره، طبعا يجيبوا بالسلامه عمره وابوره ان شاء الله ان شاء الله يجي لنا بالسلامه باذن باذن الله. الله. وطبعا هحط حضرتك طبعا من الحراس طبعا حبيبي الموجودين، لا طبعا اقل من كده ومعاهم بكتير. لا طبعا موجود طبعا، والكابتن الرئيس طبعا رئيس اسماعيل، تمام. دول الثلاث حراس طبعا الموجودين. تحياتي لكل الكباتن اللي اساميها بتتقال طبعا لان الاسامي كتير فمش عايزين ننسى حد، ولكن كل الاسامي اللي المستر بيقول عليها كلها على دماغنا وكلهم لهم التقدير والاحترام، وهم فعلا لعيبه تاريخيه محدش يقدر يقول الثلاثه كام عليهم. طبعا كده حضرتك قلت 10، تمام. عايزين بقى ال10 التانيين. الله يرحمه الكابتن هاني ساري، رب رحمه الله عليه. اللهم امين يا رب. كابتن رمضان طه، صديقي طه. وصاحبي روميو روميو حبيب قلبي. طبعا لعيب كبير جدا جدا، وربنا يشفيه يا رب ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. تمام. طبعا الكابتن حكاكه طبعا تاريخه كبير جدا جدا جدا. لا كده انت بقى ايه، انت بتجيب اصحابك. لا صح. هو مش صاحبي طبعا، هو صاحبي واخويا طبعا وابن عمي، بس انا بتكلم طبعا انت حضرتك قلت للتاريخ، هو طبعا تاريخه كبير جدا. حكاكه ما حدش يقدر يقول عليه حاجه طبعا. حكاكه في وقت من الاوقات كان افضل لاعب في سنهره، مش من افضل لعيبه في سنهره، لا هو افضل واحد في سنهره، وخد في الوقت ده وقت طويل قوي وخد فيه صيت كبير جدا. حكاكه لا غبار عليه، حكاكه ما حدش يقدر يتكلم عليه ولا قلت الثلاثه كاب. اوقات كلنا بيجي لنا فترات مستوانا فيها بيقل، وكلنا بيجي لنا فترات مستوانا فيها بيعلى، ولكن الكابتن حكاكه فتره طويله جدا كان من افضل اللعيبه في سنهره. وبس هو يعني ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. يا رب يا رب. ربنا طبعا يجيبه بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. كده حوالي 13 واحد. تمام. في ناس طبعا انا اسمع عنهم ما شفتهمش طبعا، اسمع عنهم ان هم كانوا تاريخيين طبعا، زي الدكتور احمد ابو خالد، تمام. زي والدي طبعا الاستاذ عبد المجيد. تمام. انا اسمع ان هو كان لاعب كبير جدا جدا. اكيد. فاضل 5. باشمهندس بلال عبد القادر، تمام. اسمع ان هو والاستاذ هاني كانوا دويتو كبير جدا. اكيد. مين تاني؟ اللهم صل على سيدنا فاضل لك محمد. 4. فاضل 4. كابتن حلاوه، كابتن حلاوه طبعا كبير طبعا، وخد معانا بطولات كتير جدا جدا جدا. اكيد، بس هو اتجه بقى للشغل وخلاص بقى، الله يعينه بقى. ما بقاش يلعب كوره حلاوه بقى خلاص. الواد ابراهيم اخوه عداه. ابراهيم بسم الله ما شاء الله دلوقتي برضو اجابه على الجون وبيلعب وممارس يعني، ما بيقطعش الكوره يعني. عبد الله عبد الرحمن لو مصور الجول ده هيبقى اجمل اهداف البطوله. والله يا ابراهيم في غفله كنت بتكلم مع عمك عندك، هيعمل فريق جامد كده وينزل بيه ينافس وينزل بيه صاحب التسديدات القويه. ناقصنا 3. ناقص لك 3. ممكن نحط الكابتن محمود سلام ابو زيد. طبعا انا بيعجبني طريقه لعبه جدا. طبعا من الناس اللي هم الهاديه وبيلعبوا كوره على الارض، راسي مدافع راسي. وانا بيعجبني الناس دي جدا. طبعا ناس كتيره جدا جدا. لا طبعا مش معنى ان في اسامي ما اتقالتش ان احنا ما بنقدرهاش. طبعا الكابتن هو بس الفكره ان هو كان عايزني اقول له احسن 50. بس انا زي ما انت حضرتك عارف ان سنهره ولاده لعيبه الكوره الكبار بصراحه يعني. كلمه تاريخ سنهره دي صعبه قوي، طبعا كبيره جدا، ولكن احنا قلنا نختار يعني 20 كمثال. فانت كده فاضل لك كام؟ 2. فاضل لك 2. ممكن تسهل عليا شويه عشان برضو فكرني كده باسماء. افكرك باسماء. طيب ايه رايك مثلا في الكابتن علاء عصام؟ لا طبعا ده نجم كبير بس لسه علاء عصام يعني عشان نقول ان هو لعيب تاريخي لازم يكون على الاقل لعب معايا انا مثلا 3-4 سنين. انما هو لحد دلوقتي لسه مزعلني منه، مش راضي يلعب معايا، مش هيسيبني الصراحه. فانا مستني اما نصر يطرده. ايوه، وبعد كده ناخده. ماشي. ماشي بس لا طبعا احنا بنتكلم على لعيبه تاريخيه، لعيبه لعبت باسم سنهره كتير. علاء عصام باذن الله هيكسر كل الارقام، وهيبقى من اهم اللعيبه في تاريخ سنهره، ودوره جاي ان شاء الله باذن الله. ولكن كباتن سنهره كتير على راسهم طبعا في الكابتن احمد ربيع حجاج. طبعا الكابتن احمد ربيع حارس مرمى كبير جدا وطور من نفسه كتير جدا جدا جدا. بقاله 5 سنين انا شايف ان هو من احسن حراس جم في تاريخ سنهره بسبب الفتره اللي هو اداها الفتره دي.
وطبعا ما نقدرش ننسى طبعا الكابتن ممدوح معوض. طبعا كابتن ممدوح معوض ده حارس مرمى كبير، وكان مهاجم برضه كبير جدا وهداف، وكابتن اسامه وخالد. ما اقدرش انسى الناس ديت طبعا. ناس كتير احنا لو طبعا قعدنا طبعا نتكلم انا ممكن حلقه، عايزه حلقه مخصوصه بسبب الناس ديت بصراحه يعني. فتاريخ سنهيرة مليان. طبعا وبنتمنى ان اي حد اسمه ما اتقالش ما يزعلش مننا، احنا بنقدره وبنحترمه وتحياتنا لكل الناس. ولو انت بتتفرج علينا على الحلقه لحد النقطه دي فانت من اشد الناس واحبهم لقلبي، وبنتمنى لكم دايما يا رب التوفيق. ويا ريت بنكرر تاني اي حد اسمه ما يتقالش يا ريت ما يزعلش مننا، كلكم اخواتنا وكلكم كباتننا، عشان كده احنا اللي بنتشرف ان احنا نقول اسمكم. ويا رب نكون ضيوف خفاف عليكم. والكابتن احمد هاني انت شرفتني جدا الحلقه دي، ويا ريت ما تبقاش اخر مره ان شاء ان الله. شاء الله، وان شاء الله فرصه سعيده باذن الله يا كابتن عبد الله، وان شاء الله تتكرر تاني باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا كابتن احمد، شكرا يا كابتن، شكرا.